كلنا نفسنا نغير جسمنا ونخليه شكله احلى، سواء ان انا اخس او ازيد. فالكل بينصحنا انزل جيم والعب رياضة وهتوصل للي انت عايزه. الكلام ده صح، بس ناقص شويتين 3. كمان بنكون مستعجلين جدا في النتائج. موضوع الحلقة النهاردة هو ايه الوقت المطلوب عشان اعمل ترانسفورميشن او احول جسمي ويكون شكله حلو. انا جاي النهاردة ومعايا 8 نصايح لو مشيت عليهم فعلا جسمك هيتحول في 30 يوم. اتأكد انك تشوف الفيديو للآخر، ولو مش فاضي دلوقتي اعمله سيف وشوفه وانت رايق. وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يجيلك كل جديد، ولايك في الآخر لو عجبتك الحلقة. ويلا بينا نبدأ. قبل ما نبدأ في ال8 نصايح، كل حاجة في الأول وفي الآخر فهي جيناتك أو على حسب جيناتك اللي انت مولود بيها. يعني ممكن الواحد يعمل النصايح وجسمه يبقى كويس جدا، وواحد تاني يعمل نفس النصايح وجسمه يبقى كويس جدا جدا، وواحد تالت يعمل نفس النصايح بس جسمه لسه ما يبقاش وصل للهدف اللي هو عايزه، عشان هيبقى محتاج مجهود زيادة شوية. فده عادي عشان دي طبيعة جسمك اللي ربنا خلقك بيها، بس كده كده انت هتوصل للهدف اللي انت عايزه لو في إرادة. نبدأ بقى في أول نصيحة معانا، وهي إنك تشرب 8 كوبايات مية يوميا على الأقل، وإنك تمنع نفسك من شرب المشروبات الغازية اللي هي البيبسي والسيفن والحاجات دي. ممكن تبدلها بالمشروبات الغازية الدايت، بس طبعا بكميات صغيرة، ويفضل إن هي تكون كنزاية واحدة على مدار اليوم. ده لأن شرب المية أصلا بيساعدك إنك تملى بطنك أو معدتك، فبالتالي هيحسسك بالشبع وهيقلل من رغبتك في الأكل، فبالتالي مع الوقت وزنك هيبتدي يقل. المية كمان ليها فايدة تانية، ان هي بتزود الكتلة العضلية، وده لان 70% من الكتلة العضلية بتتكون من المية. تاني حاجة معانا وهي شرب القهوة او الكافيين في العموم. بيفضل ان انت تشرب كوبايتين من غير سكر او تبدله بالسكر الدايت. فالقهوة تعتبر ان هي من مضادات الاكسدة، وده هيساعدك على حرق الدهون. كمان القهوة من فوائدها ان هي بتعلي التركيز جدا في التمرين، وتعتبر من المحفزات اللي بتدي باور. عشان كده لعيبة كمال الأجسام بيشربوا كوباية قبل التمرين بنص ساعة أو ساعة، فده هيفيدك جدا في التمرين والتركيز. تالت نصيحة معانا وهي صغيرة جدا بس مهمة جدا جدا. ممنوع أكل الحلويات أو السكريات في العموم. السكر بالذات بيعمل دهون وبيتخزن في الدهون الثلاثية اللي بتكون موجودة في الجسم. الدهون الثلاثية دي اللي هي البطن السفلية والجناب، اللي هم آخر منطقتين بتنزل معاك في جسمك. رابع نصيحة إنك تشرب الأعشاب زي اليانسون والنعناع والجنزبيل. ونصيحتي أنا الشخصية في حاجة اسمها شاي بقدونس وكرفس. عود نفسك إنك تشرب 2 ل3 مرات في اليوم، ده هيساعد على طرد المية الزايدة من جسمك. بس نصيحة، اشربه وانت قاعد في البيت. من ضمن النصايح المهمة برضو انك تقسم وجباتك من 6 ل8 وجبات في اليوم. هتقولي كل ده؟ هقولك ما هي الوجبة ممكن تكون اصلا ربع فرخة وشوية خضار بس، ممكن تبقى موزة وشوية كيوي. فانا اقصد من 6 ل8 وجبات انك تكون عارف جسمك محتاج كام سعر حراري بالظبط. يعني لو عايز تزيد فانت بتزود على عدد السعرات الحرارية بتاعتك، لو عايز تقل فانت بتقلل من السعرات الحرارية اللي انت عايز تدخلها في جسمك. فانت بتقسم السعرات الحرارية بتاعتك اللي انت هتدخلها في يومك من 6 ل8 وجبات على فترات متباعدة في يومك. ولازم تكون الوجبة غنية جدا بالبروتين. وهيكون في حلقة ازاي تحسب سعراتك على جسمك قريب جدا على القناة، فتأكد انك عامل سبسكرايب ومفعل الجرس عشان اول ما تنزل تجيلك وتشوفها. حاجات لازم ناخد بالنا منها في الاكل. اهم خطوة في البرنامج الغذائي هو انك تقاطع الفاست فود او الاكل السريع اللي بيبقى موجود تيك اواي بره في الشارع، او ممكن تخليها وجبة واحدة بس في الاسبوع كمكافأة ليه، عشان انت ملتزم في اكلك وتمرينك. فلازم تكافئ نفسك انك تفتح لك 2-3 في الاسبوع تاكل فيهم اللي انت عايزه. تاني حاجة مهمة انك تبقى موفر كل العناصر في وجباتك الاساسية اللي انت بتاكلها في اليوم، من بروتين وكربوهيدرات ودهون صحية وخضار وفاكهة. سادس حاجة معانا وهي نصيحة مهمة جدا، اللي هي النوم العميق. اتكلمنا قبل كده عن فايدة النوم العميق في حلقة ال5 عادات المهمة لصحة جسمك، وده لأن النوم مهم جدا للجسم. حط في دماغك إن العضلات بتكبر في فترات نومك وراحتك، فأنت زي ما بتتعب طول اليوم في شغلك وتمرينك لازم تدي جسمك حقه وتريحه عشان تقدر تكمل تاني يوم. فلازم تنام من 7 ل8 ساعات يومية عشان تصحى تاني يوم جسمك يكون فريش وتكمل روتينك عادي جدا.
سابع نصيحة وهي طبعا انك تتمرن حديد او اي لعبة رياضية. طبعا في ناس ما عندهاش وقت لنزول الجيم، دول لو اخدوا النصايح اللي بنقول عليها هيوصلوا لجسم صحي ورياضي، لكن مفهوش الماسل جين او الزيادة العضلية او الفورمة زي ما بنقول. فبالتالي عشان توصل للفورمة لازم تنزل جيم وتلعب صح. وكمان اوقات الجيم بيفضل ان هي تكون الصبح بدري، لكن لو ما عندكش وقت او مفيش امكانية فانت انزل في اي وقت في اليوم احسن من مفيش. وما تنساش تريح جسمك زي ما قلنا عشان يحصل الماسل جين او الزيادة العضلية اللي احنا اتكلمنا عليها. يفضل الراحة دي تكون من يوم ليومين في الاسبوع. وكمان يا ريت ان انت ما تاكلش قبل التمرين على طول، على الاقل تريح معدتك من 2 ل3 ساعات. ممكن تاخد موز او برتقان مع القهوة بتاعتك، لان الفاكهة فيها املاح وفيتامينات كتير هتساعدك في التمرين بتاعك. هيكون من الافضل ليك انك تتابع مع مدرب خاص عشان يكون مشرف عليك في الاكل ومواعيد التمرين، لان طبعا من الافضل انك تثبت ميعاد للتمرين بتاعك عشان يكون روتين بالنسبه لك مش عائق ليك في اليوم. يعني مثلا انت واحد روتين اليوم بتاعك ان انت بتصحى الساعه 8 عشان تروح شغلك، فانت ممكن تحط من ضمن الروتين بتاعك ان انت تصحى الساعه 5 تصلي الفجر وتنزل الجيم بتاعك بعد كده تروح الشغل. طيب لو كده ده هيبقى عائق عليك ان انت تصحى بدري، لا انت ممكن تروح شغلك وترجع من الشغل تاخد الوجبة بتاعتك وتريح لك ساعة بعد كده تنزل الجيم. ايا كان حط الميعاد الجيم بتاعك في وقت يكون مريح ليك عشان الجيم نزوله ما يكونش عائق عليك. اخر نصيحة معانا وهي الكارديو. لازم تهتم بالكارديو عشان تحرق دهون اسرع وكمان ترفع معدل اللياقة البدنية بتاعتك. فمهم جدا انك ترفع اللياقة البدنية عشان قلبك يستحمل قوة التمرين بتاعتك. ما ينفعش تتمرن تمرين جامد جدا وانت عضلة قلبك ضعيفة، لازم تهتم برفع اللياقة الاول. وافضل مواعيد للكارديو وهو انك تعمله على الريق او بعد التمرين على طول. الخلاصة. معنى كلمة الخلاصة في الحلقة دي هي الإرادة. هي أهم حاجة من ال8 نصايح اللي أنا قلتهم. لازم يكون عندك إرادة عشان تعمل الترانسفورميشن السريع ده من غير ما تحبط أو تستسلم. فأنت لازم تعيد هيكلية حياتك بالكامل وتاخد قرار إنك تتمرن وتاكل كويس وتنام كويس، وإن الرياضة تكون جزء من روتينك مش ساعة بتتمرن فيها وخلاص. فأنت لازم تهتم بال8 حاجات اللي احنا قلناها النهاردة، وهما أول واحدة إنك تشرب مية من 6 ل 8 كوبايات. تاني حاجة تشرب كافيين أو قهوة، وياريت يبقوا كوبايتين بس في اليوم. تالت حاجة ممنوع إنك تاكل سكر أو حلويات. ورابع نصيحة معانا إنك تشرب الأعشاب أو تعود جسمك إن أنت تشرب أعشاب زي اليانسون والنعناع والشاي بقدونس الكرفس. خامس نصيحة الأكل يكون متكون من العناصر الغذائية الكاملة من بروتين وكرب ودهون وخضار وفاكهة، وتقسمهم كلهم من 6 ل 8 وجبات في اليوم. سادس حاجة معانا إنك تنام كويس من 7 ل 8 ساعات. وسابع نصيحة إنك تتمرن حديد كويس جدا وتريح جسمك في أوقات الراحة بتاعته عشان العضل بيكبر في يوم راحتك زي ما قلنا. تامن حاجة الكارديو عشان تعلي معدل اللياقة البدنية وتستحمل تمرينك في الجيم. لو مشيت على ال8 نصايح دول صدقني في 30 يوم جسمك هيتحول 360 درجة، بس لازم يكون في إرادة. بس كده. لو عجبتك الحلقة اخبط اللايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش عشان يجيلك كل جديد. ودمتم في رعاية الله.